عايزة أقول لكم رأيي في حلقة ليلى وهشام. بس قبل ما أقول لكم رأيي عايزة أحكي لكم على حاجة. في مرة كنت بعمل سيشن لكابل، وبعد ما خلصنا البنت كانت بتتكلم معايا لوحدها، فسألتني قالت لي إيه رأيك؟ أنت شايفة إن هو بيخوني وبيلعب بيا مش كده؟ فقلت لها أنا ما عنديش رأي في الحكاية دي، بس لو أنت عايزة تكوني رأي أنا هسألك شوية أسئلة تساعدك تكوني رأي. وفعلا قعدنا كلمنا وسألتها شوية أسئلة، سألتها أسئلة كتير تساعدها إن هي تكتشف شوية مشاعرها وتفهم شوية لو في أو نمط أو حاجة بتتكرر بشكل معين عشان هي تبقى فاهمة. بس خليني أقول لكم على حاجة تخص ليلى وهشام، عشان شفت ناس كتير قوي بتتكلم عن الموضوع ده وتحسوا إن كلهم خبراء وكلهم عارفين هم بيعملوا إيه وكلهم ما بيغلطوش ولا غلطة، وده مش حقيقي. كلنا بنبقى في وقت محتارين، كلنا بنبقى في وقت مش عارفين نعمل ايه، كلنا بنبقى في وقت بنتخذل من الناس، وساعات بنختار غلط، وساعات بيضحك علينا، ساعات بندخل علاقات مش شبهنا. فما فيش حد مقفل الجيم عشان يحصل الهجوم الفظيع ده. سواء انت سمعت حاجة عجبتك او ما عجبتكش، فاحنا مش قرايبها، مش اخواتها، مش باباها ومش مامتها، ومحدش طلب رأينا. وبتضايق قوي مع اني بعمل محتوى وبتكلم عن العلاقات وبتكلم عن الحياة وبتكلم اني بدي حاجات فيها توعية، او ممكن اعمل كيس ستادي، او ممكن اقول لحد كلمتين ينفعوه في حاجة. بس انا ضد فكرة ان انا اتكلم على حاجة وانا فاهمة قوي كده، وانا بحكم على الناس قوي كده من قاعدة. يعني انت ما قعدتش معاهم، انت اتفرجت على الحاجات اللي اتعرضت لك، ما قعدتش معاهم. وحتى لو يا سيدي، حتى لو في مشكلة وحتى لو في حاجة، احنا مش اهلها، احنا مش قرايبها، احنا مش قرايب الدرجة الأولى، احنا مش من حقنا نقول رأينا. وبعدين يعني بحاول أقولها بطريقة ظريفة، كل واحد عنده مشاكله. يعني انت خلاص مقفل الجيم، أي حد طلع يقول رأيه، خلاص انت قفلت الجيم، خلاص انت بتختار الناس كلها تحفة، خلاص انت عارف كل حاجة. فبس قبل ما نسن السكاكين ونكره البنت في عيشتها ونتكلم عن الراجل الوحش اللي احنا أصلا ما نعرفهوش، خليك عارف ان مفيش حد عارف كل حاجة. ولو انت شايف دلوقتي حالا ان انت عارف كل حاجة، هتلف الدنيا وهيحصل لك مواقف تحسسك ان انت مش عارف اي حاجه. ولو عايزين تعرفوا رايي بقى في حلقه ليلى وهشام، فرايي ان انا ماليش راي. انا مش هحكم عليهم من قاعده ولا اكتر، لان انا لو هحكم عليهم كنت حكمت على الناس اللي بيفتحوا لي قلبهم كل يوم وبيحكوا لي اسرارهم كل يوم. يعني مش من حق حد انه يحكم على حد اصلا. ولو انت بقى صاحب الشأن وحابب تستعين بحد من اهلك، استعين بيهم بقى، يعني لو حد هيساعدك تاخد القرار ده، او تستعين بحد متخصص. لكن مفيش حد مقفل الجيم قوي كده عشان نطلع نسن السكاكين على الناس بالطريقه دي.